سلام الله عليكم يا شعب اليمن، ولا سلام على الأحبوش. موضوعنا الأحبوش، لن نسكت، لن نكل ولن نمل. بنجلس نتكلم يوميا، كل يوم نفعل فيديو، كل يوم نفعل فيديو، وإن شاء الله إن شاء الله يفعلوا لنا حل. الدولة حقنا والحكومة إن شاء الله تفعل لنا حل بإذن الله، وأنا متأكد إنها بتفعل لنا حل. بس عادة تأمن تدرس الموضوع الآن. عادة الدولة حقنا تدرس الموضوع، لأنه ما تسووا منتم ترحل الأحبوش بيوم دولة. الجماعة مسلحين، الجماعة مسلحين قد لا لهم. لا وجد المشكلة زي شوف مشكلة شغل عصابات. كيف شغل عصابات؟ يعني متمترسين ما بين الحدود اليمنية السعودية، يعني ما بين الأراضي اليمنية والسعودية، بحيث إنه الحكومة اليمنية لا ما تقدرش تتعدى الحدود اليمنية الحدود السعودية أيوة، ولا هذا تقدر الحدود ولا اليمنية، السعودية تقدر تتعدي الحدود اليمنية. أيوة. فلذلك الدولة هي مش إني ساكت، لا تقولش إني ساكت، والله ما هي ساكت الدولة، أنا داري ما هي ساكت. هي تدرس الموضوع الآن، هي تدرس الموضوع كيف تفكك العصابات هذه، كيف ذاك كذا بيوم ليلة بإذن الله بتنفش بهم كذا، ها نفشت بوري. بس وأنا متأكد نشي حل سريع، لأنه الموضوع هذا طول. المرة الأولى قد كان في أكثر من ترند على نفس الموضوع وما فيش أي حل. ما فيش أي حل. ضروري بس يخرجوا يعني يصرحوا ايش الحل معاهم، او ايش المشكله اللي تواجههم، بعيد انهم ما يقدروا لهمش. يعني ضروري الناس يدروا ايش الخبر، وبنفس الوقت ينبهوا او يكون في ممرات امنه، يامنوا اقل شيء من اماكن يكون يمروا فيها المسافرين المتهربين المسافرين ده. هي ما تشيش الدولة. ما أقول لك ما فيش تصريح، ما فيش ده. أنا داري الدولة هي تأمن الآن، تشتتهم كتهم كذا نكتة بوري بس تفاجئ الشعب، عشان نعرف ونحس إنه في معانا دولة فعلا. والله الدولة الله يحفظ الدولة حقنا. لا شوف، في مشاكل أن توصلنا إحنا الآن، إحنا بتوصلنا إحنا للخاص رسائل كمان من ناس والله حدث معاهم هذه المشكلة، يعني تقطعوا لهم وهذا وأكثر من شخص. إحنا بنعرض لكم هنا عندنا، بنعرض لكم أكثر من شهادة لأشخاص تعرضوا للنصب والضرب والاحتيال من الأحبوش هؤلاء. والله انهم تقطعوا لي في الصبح في طريق بعد العشاش الصبح من هناك، وقاموا بأخذ جوالي وطعني في الكف اليمين، وقاموا بأخذ 1750 سعودي اللي كانت في جيبي، وأنا مرحل ضابح كنت، يعني امتسكت ورجعت، التفت 20 لفتة أنا وواحد صاحبي علشان أرجع مرة ثانية، وما سبرت ما أراد الله. لقوني صدفة على خط الصوح من صلاة نجران، والله إنهم قاموا بطعني في الكف اليمين وأخذ جوالي بالقوة وأخذ 750 من جيبي، وهانونا إهانة كأن ما احنا في حدود بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لموضوع الأحبوش أو الأثيوبيين المتواجدون في صعدة في الحدود اليمنية السعودية، هذه شهادة لله سبحانه وتعالى، والموقف بقي معي أنا ليس مع أي شخص آخر. قبل سنة ونصف أو سنتين أردت في ذلك اليوم أن أتهرب إلى السعودية، لأني كنت مقيم في السعودية سابقا، ويعرف الكثير هذا الشيء. والله الذي لا يعبد سواه إنه لمنكر لا يرضي الله ولا رسوله. هذه شهادة لله وليس تشويه، شهادة لله سبحانه وتعالى من أمام بيت الله. الأحبوش أو الأثيوبيون خطر يهدد اليمن، خطر يهدد الجميع. قسم منهم بعد الشبكة السعودي، يعني في المناطق السعودية، في جبل اسمه جبل الأحبوش، وقسم منهم في اليمن. مخدرات، حشيش، هروين، نساء، كل شيء متواجد هناك عندهم، وهذه شهادة لله سبحانه وتعالى. وسبحان الذي أخرجني من بينهم، شخص أظن أنه من ريمة أو من وصاب، أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة، أسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا، إن شاء الله أنه يسمعني وسوف يعرفني. شخص أنقذني بالقوة من هناك بعد أن سقطت الحمد لله، يعني رجعت من الموت. ويعرف هذا الذي مشيت معهم ابن العم عيسى وأشخاص ناس من قرى مجاورة. والله إنه موقف لا ينسى. أما بالنسبة للأحبوش والأثيوبيين، نناشد الدولة ونناشد الدولة السعودية، شاركوا هذا المقطع أيها الأحبة. والله إنهم خطر، والله إنهم خطر، والله إنهم أخطر مما تتوقعون، وستذكرون ما أقول لكم مع الأيام.
واحفظوا هذا المقطع، إنهم خطر يهدد الدولتين اليمن والمملكة العربية السعودية، ولكن السر لا نعلمه. هم يبيعون أعضاء بشرية، هذه شهادة لله سبحانه وتعالى. يخطفون أشخاص الذين يشوفونه مناسب ويبيعون أعضاء، يبيعون كل شيء متواجد عندهم في القرى هذه. بعد القهر، قرى معروفة كبيرة جدا ما بين السعودية والقهر، وبعد السعودية اسمه جبل الأحبوش، ما تعبر من هذا المنطقة إلا وتدفع 300 ريال، تدفع ضريبة ولا يضربوك ويشلوا عليك الموجود، يضربوك يشبعوك ضرب، والله يضربوك لحد الموت ويأخذوا ما عليك أو يبيعوك تشليح. أسأل الله أن يزيلهم. شاركوا هذا المقطع لعله أن ينفع الله به شخص يريد أن يتهرب فليرجع إلى بلده ولا يأكل تراب. أنصح كل من يريد أن يتهرب أكل تراب في بلدك أو ادخل نظامي. والسلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله. معانا ايش داري نقول؟ لا، معانا كمان، معانا فيديوهات لجثث أشخاص، ناس قتلوا عن طريق الأحبوشة، بس ماشي نعرضها هنا. وفي ناس ضربوا أمانة جسمه كله أسود من كثر ما ضربوه، جسمه كله أسود. تخيلوا الجثث هذه باعوهن قطع غيار تشليح. عيال الكلب قاوش يفتحوا محلات تشليح بشارع خولان جنب أصحاب الميكانيك معهم تشليح، هم يفتحوا تشليح أعضاء بشرية. أقول لكم ما عندهمش دين ولا عندهم رحمة ولا شفقة. يتخيل واحد من السعودية داخل يطلب الله، يعني قد له سنين مغترب، سنين خرج من السعودية، خرجوا ترحيل. الرجال ما فيش طرفه غير 750 ريال سعودي، يعني قال مع السافر بيش يروحه للقوها ليأكلوا مي قو بحق الغربة حقه. هيا الرجال ماشي بأمان الله، أرض الله، الأراضي السعودية واليمنية بأمان الله ماشي. أقال لك لعند الأحبوش أمان الله ذا مع هلوش، أمان الله مع هلوش ابتعد ويصل لا يد كلاب بشرية، لا يد وحوش بشرية، لا يد يعني ناس لا شفقة ولا رحمة. أقطعوا له، شلوا التلفون، شلوا زلطوا فوق هذا ما سيلمش، ضربوا أبو ضرب. يعني أكل ورث أبوك هو لما تتقطع له يا ابن الكلب، أكل ورث أبوك تتقطع له ليش؟ أنت قدك مرتاح عندك تهرب لك حشيش وتهرب لك ذا، لا تعتزيش تأذي غيرك. أنت بأرضنا تجي تحانبنا وتتقطع لي وتأكل حقي. أنا أكلت حق أبوك، أنا أكلت ورث جدك أنا ولا ورث أمك لما تجي تعمل بي كذا، ولا بخي ولا بابن عمي. لا، بعد كم قادوا المواطن اليمني يعني يلا دخل أول شيء تهريب، يلا جيس تلاحق وله بالدوريات داخل المملكة، لاحق يعني عايش برعب هناك. يلا جمع له كم مبلغ بسيط، بعدين ما يرجع بتهريب ويهرب من العسكر السعوديين وكذا، وبالآخر يجي لك يد واحد. الجماعة وقعوا هوامير، تجار هوامير، دخلوا لك لليمن وقعوا تجار حشيش، تجار مخدرات، تجار أعضاء بشرية. يعني استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا مش أقلل من شؤون الشعب اليمني، بس هل فعلا للدرجة هذه رخيص دم الشعب اليمني؟ للدرجة هذه رخيص لما يقول أحبوش يتقطعوا للشعب اليمني وذبحوا وراح يبيعوا قطع غيار؟ هل نحن للدرجة هذه رخصة؟ يعني هل دمنا للدرجة هذه رخيص؟ ما فيش من يطالب بعدنا؟ هل للدرجة هذه ما فيش علينا، ما فيش لنا حقوق ولا لنا قيمة ولا لنا قدر، ولا ما فيش من نتكلم علينا؟ إذا ما بنتكلم نحن ونعمل اللي علينا، قسما بالله لو يروحوا رؤوسنا. والذي بنواجهه بالواقع بنواجهه، بنتحمل ما جاء. ايوه، ولا يبرر يا اخي. انت الان بعض الناس يقول لك يا اخي، ولا هم ما يطلعوا يهددوا لي، يقولوا انتم مش فاهمين الموضوع. يا اخي برر لي، ليش انت حامل سلاح؟ ليش انت حامل في سلاح في بلاد غير بلادك؟ ليش؟ الا نيتك شر. لا تبرر ليش ولا تقول لي انا علشان ولا علشان، لا. ما دام انت حامل سلاح في منطقه حدوديه فانت ناوي شر، ناوي شر كذا لبعيد يا رجالي. الغشيم إذا كان دحين ادخل أي دولة، أنت مثلا كيمني ادخل أي دولة اغترب الجنبية معك من الجنبية، اغترب وقوم تحمل سلاح، هل بيرضوا لك الدولة؟ لا والله ما يرضوا. يمنعوك من الجنبية الذي زي يمني، يعني هي جنبية زي يمني، تراث يمني يمنعوك منه. ما بالك ما تدخل وانت محمل سلاح وزد ومعك عصابة وتستعرضوا كل يوم ضرب وتقطعات، يعني وجرائمكم باينة لبعيد، فلوس وجنان جرائمكم قد على الواقع باين، ما عاد باقي. يعني إذا كان
بقول لك أنت حامل سلاح، بقول لك إنسان شراني. بعد ما أشوف واقعك أنا وأشوف جرائمك وعمايلك الذي تفعلهن، إيش عاد بقول؟ لا لا لا، ليش إحنا ساكتين؟ ليش ما نشوفش حال؟ ليش ما نفعلش؟ على العموم إن شاء الله إنه يكون في حزم أو توضيح من قبل الحكومة إيش الموضوع، أو إيش الخبر، إيش كذا إيش كذا، أو مثلا إيش الحاجات اللي يعني تواجههم من عوائق، إنه مثلا ما يقدروش يبيعوا حل معاهم. نشين توضيح رسمي، يعني يكون نشوف إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، أو زي ما قلنا لكم يأمنوا مناطق تكون آمنة، يعني حسب الناس يمروا منها. أقل شيء لما تقدرش تأمن كل الحدود، أمن بعض المناطق وخلاص. بينما يشوفوا حل ويفعلوا لهم حل جذري شامل بعد ما يأمنوا المناطق هذه. يعني قصدنا يأمنوا هذه المناطق بينما يشوفوا حل جذري شامل للحبوش كامل. ويمنعوا دخولهم البلاد، وأي تحصلهم ما فيش معه تصريح، ما فيش كذا، بزوا ورجعوا لبلاده. نحن يعني إذا كان أي دولة نسير ندخلها ضروري جواز فيزا ومدري إيش ليش بلادنا هوشلية لمن هب ودب؟ إحنا ما نقدرش ندخل أي دولة وبلادنا لمن هب ودب. ولو كان اللي يدخلوا طالبين الله، ولا يدخلوا إنسان، لكن لا يدخلوا يدفعوا لك مشاكل في بلادك، يدخلوا عاد يتقطعوا عليك، عاد يقتلوك، ويجي يدعسك. لا، داخل بلادك يدعسك رغم أنفك، يدعسك. ضروري حل يا جماعة. أتمنى من الدولة أن تفعل لنا حل إن شاء الله. دولتنا أنا متوقع داري إنه معانا دولة ونظام، معانا قانون، بس هي زي ما قلت لكم عادة تأمن تدرس الموضوع الآن، تدرس الموضوع، لأنه الموضوع اشتيله تكتيك قلوبهم نكتة بوري إن شاء الله بإذن الله. وتحياتي للشعب اليمني والدولة اليمنية. سلام.